إعلان المغرب عن ترشحه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ضمن ملف مشترك إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وخلال قمة إسبانيا برتغالية عقدت يوم الأربعاء، تحدث أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي عن هذا الإعلان بالقول: أعتقد أن هذا العرض الذي قدمته شبه الجزيرة الإيبيرية مع المغرب إيجابي للغاية، ويبعث برسالة بالغة الأهمية للعالم بأسره، ولا سيما أوروبا وإفريقيا، لأنه يؤكد أننا قارتان متجاورتان، قارتان تريدان العمل معا، لسنا قارتين متباعدتين، ولا يريد أي من الجانبين الانفصال، بل على العكس نريد العمل معا. من جانبه صرح بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا بأنه يضع العرض المشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 في وضع أفضل، وهو ترسيخ علاقة وثيقة بين أوروبا وإفريقيا، بين 3 دول: المغرب والبرتغال وإسبانيا، دول تشترك في أشياء كثيرة، مضيفا: بالطبع نحن نحترم القرار ونرحب به. هذا ومن المقرر اختيار الدول المضيفة لكأس العالم 2030 في شتنبر من العام 2024.